اهلا وسهلا بكم وصباح الخير عليكم اعزائي المشاهدين في كل مكان، متابعين برنامج قعدة جدعان. في البداية طبعا خلوني ارحب وصبح على زمايلي. صباح الخير يا شيماء. ازيك يا كريم؟ صباح الخير. صباح الخير احلام. صباح الخير يا كريم. عاملين ايه؟ تمام. الحمد لله تمام. يا رب طبعا دايما. في حاجات الكل بيتفق عليها، كبار وصغيرين، شباب وشيوخ، كلنا بنحبها، اطفال وكبار، وكلنا بنلتف حواليها زي كرة القدم. النهارده عندنا 3 ماتشات مهمين: الاهلي مع الاتحاد الساعة 7، والزمالك مع الفيوتشر الساعة 9، والمنتخب الاولمبي مع المغرب الساعة 11 بالليل. النهارده اخترنا الاستاذ جابر رشدي، مقدم برنامج دنيا رياضه، عشان يدينا خبرته ويعلق لنا على اهم 3 ماتشات دول. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ جابر. اهلا بحضرتك وسهلا والساده المشاهدين، اهلا بيكم. استاذ جابر، عايزين نعرف من حضرتك ايه تعليقك على كل فريق من اللي شيماء قالتهم، وايه هي ملاحظات حضرتك على ماتشات النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ماتشات النهارده من حسن التنظيم انها بين كل ماتش وماتش ساعتين. الساعه 7 الاهلي هيلعب مع الاتحاد السكندري، والساعه 9 الزمالك هيلعب مع فيوتشر، والساعه 11 بالليل الماتش اللي كل مصر مستنياه، المنتخب الاولمبي بيلعب مع منتخب المغرب الاولمبي في حضور جماهيري كاسح. ان شاء الله ما ياثرش على اولادنا ونستمتع بالماتشات دي. وطبعا يعني خليني اقول للناس يعني مع مراعاة الاهتمام بالصلوات، يعني عشان ما حدش يسيب الصلاة عشان يتفرج على الماتش. لكن الماتشات دي فعلا مهمة وهتبقى وجبة دسمة. ماتش الأهلي والاتحاد أسهلهم للأهلي وللاتحاد. المنافسة فيه شبه معدومة، لأنه الأهلي قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالبطولة. الاتحاد السكندري خلاص وضعه آمن. لكن في ملاحظتين، ملاحظة تخص الأهلي وملاحظة تخص الاتحاد. الأهلي بدأ يوصل للعيبة وللمدرب وللإدارة إنه الدوري خلاص جه، اللي كان غايب بقاله سنتين. فده بدأ يبان في الملعب، اللعيبة بتلعب بشكل ما فيهوش تركيز كافي. فكرة اللي هيقعد واللي هيمشي مسيطرة على اللعيبة. المدرب شوية فاكك، يعني مارسيل كولر من الناس اللي هم مشهورين بالحزم زي الساعات السويسري كده، الا انه في الفتره الاخيره انا شايف الاهلي مشغول اكتر بالتعاقدات. وده يخليني اقول انه الاهلي لازم يبص شويه ويراجع المعايير اللي على اساسها بيختار اللعيبه. ويا ريت ما يكونش الفتره اللي جايه نتفاجئ بانه تسرب الى قائمه الفريق الاول لعيبه هم في الاساس يعني ممثلين اكتر منهم لعيبه كوره، من غير اسامي، لانه الموضوع ما هوش شخصي. لكن باين جدا للجماهير اللي بتتابع انه في لعيبه تستاهل تلعب في الاهلي، وفي لعيبه كتير عليها جدا انها تلعب في الدوري الممتاز اصلا. اما الاتحاد فلازم طب على يراجع. اي اساس الناس دي دخلت وبتلعب؟ موضوع كبير، الموضوع ده موضوع كبير. قصة كبيرة. هو المعايير دي محتاجين مجلس اداره طبعا، يعني عمالقه كوره يعني في مجلس اداره النادي الاهلي على راسهم كابتن محمود الخطيب. المعايير دي محتاجه تتراجع، هم عارفينها وممكن تعلن في اوقات اخرى. لكن عموما يعني الاهلي يراجع المعايير. الاتحاد السكندري في ملاحظه مهمه، ازاي تبدا قوي، والمدرب الاجنبي كمان طلب من اداره النادي الاتحاد ان هم يصلحوا الملعب عشان يعرف يلعب كوره على الارض في بدايه الموسم. والاتحاد لعب فعلا كوره حلوه جدا، وبعدين فوجئنا ان الراجل ده شكله زهق فجاه كده، بقى يتخانق ويطرد ويقعد في المدرجات، والاتحاد بطل يكسب وبيتعادل بصعوبه. الله، لازم مجلس اداره الاتحاد برئاسه الاستاذ محمد مصلحي يراجع فكره الهبوط ده سببه ايه. عندهم برضو احنا مش هنتدخل ولا نتطفل، لكن لازم الاتحاد يقدم لنا على الاقل في ماتش النهارده نسخه تقول ان هو بدا يعمل كومباك ويرجع تاني. اما الزمالك وفيوتشر فده الماتش الكروي الاهم من الناحيه الفنيه. اهم ماتش النهارده، اهم من الناحيه الفنيه، لان ماتش المنتخب الاولمبي مع المنتخب المغربي هو الاهم من الناحيه الجماهيريه. انما من الناحيه الفنيه الزمالك في الفتره الاخيره ماشي حلو جدا مع اوسوريو، بيعملوا كرة بتستند الى مهارات شيكابالا وقدرات زيزو ونبوغ حسام عبد المجيد، حتى في قياده الدفاع. في شغل كتير قوي بيتعمل جوه نادي الزمالك، خلى الهجوم بتاع الزمالك يخوف اي حد.
وقبل ماتش الاهلي هو محتاج يواصل الاكتساح ده. في المقابل علي ماهر بيعرف يلاعب الفرق الكبيره، ولسه متعادل مع الاهلي من غير اهداف، يعني لم يقبل اهداف، وهو بيعرف يقفل الملعب كويس. فالنهارده هنشوف هجوم يقابله دفاع منظم. الماتش كمان له اهميه لانه فيوتشر فارق عن الزمالك نقطتين، وفي المركز الثالث، والزمالك رابع. طبعا الرابع والثالث والثاني بالنسبه للزمالك زي الاهلي ما ينفعوش، انما ده الواقع. الزمالك في المركز الرابع محتاج يبقى الثالث، لانه طبعا الثالث احسن حالا من الرابع، رغم ان الاثنين هيروحوا الكونفدراليه. يعني حضرتك عاوز تقول ان ماتش الزمالك وفيوتشر اهم من ماتش الاهلي والاتحاد النهارده من الناحيه الفنيه ومن ناحيه النقط في ترتيب الجدول، لانه ماتش ترتيبي، ماتش هيقول انه ده الثالث وده الرابع. اما الماتش الاهلي والاتحاد فالمركزين مستقرين، مهما كانت نتيجه الماتشين هيبقى مركزين الفرقتين مستقرين، مفيش فيهم تغيير ولا في قلق اصلا عند الفرقتين. الماتش الاهم من الناحيه الجماهيريه هو مباراة منتخبنا الأولمبي قدام المنتخب المغربي الأولمبي. أهمية المباراة دي تكمن في إنه طبعا بنبارك للمنتخب ولكل القائمين والاتحاد الكورة كمان، لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فاتحاد الكورة بيتهاجم كتير قوي على اعتبار إنه في خلل في المنظومة في أكتر من جانب، إلا إنه في اختياراته للمدربين بتوع المنتخبات أنا أحب أشيد بيهم وأقول إنه في مسحة من الهدوء بتحيط بالمنتخبات، وده بدأت أثاره تظهر. بدأنا يبقى في استقرار فني في الملعب. المنتخب الأولمبي هو مش أحسن حاجة في البطولة من الناحية الفنية، في مشاكل كتير. حمزة علاء نجم الفريق وده حارس المرمى، يعني احنا بنتهاجم كتير إلا إنه ناجح وما دخلش فينا ولا جون. احنا أقوى دفاع في البطولة، لكن عندنا 3 أجوان جايبينهم في بطولة كاملة، ما ينفعش. قليلين، ما ينفعش انت هتلعب النهارده النهائي قدام جماهير بعشرات الالاف. دي انا خايف على لاعبتنا منها، وان كان الروح اللي هيبثها الجهاز المعاون للمدير الفني ان شاء الله تؤتي ثمار، ولكن لازم نبص على فكره هيلعب ازاي الماتش، هيلعب ازاي الماتش من الناحيه الفنيه. طيب عايزين حضرتك تقول لنا ازاي الاداره المحترفه بتاثر في نتائج الفرق والمنتخبات. ده يخليني ارجع للجزئيه اللي كنت لسه بقولها، انه مجلس الاداره لما اختار صح الجهاز الفني ده جيب تاثير ايجابي. بدانا نشوف استقرار. حضرتك عندك حق في الكلام ده. الاداره المحترفه لسه قدامها الفتره المستقبليه في ظل شح في المواهب عندنا في مصر اللي ظاهره، اللي بتوصل، ودي قضية كبيرة جدا. الناس اللي بتوصل مش كلهم موهوبين زي الناس اللي ما بتوصلش. لازم نشوف قنوات أخرى توصل المواهب الحقيقية لشاشة التلفزيون. لو نزلنا في الدرجات اللي تحت هنلاقي لعيبة ممتازة جدا مش واخدة حقها. لو اللعيبة دي خدت ربع الإمكانيات المتوفرة للفرق الكبيرة هنشوف منتخب، هنشوف كذا نسخة من المنتخب. الامكانيات دي مش بس انا بتكلم على الاجور بتاعه اللاعبين او الاسعار، لكن بتكلم كمان على الملاعب، فرصتهم ان هم ينزلوا الماتشات حتى قبل الماتشات الكبيره. يعني في اكتر من طريقه نقدر نكتشف بيها المواهب. زمان كان في دوري المدارس كان بيطلع مواهب، الشوارع نفسها كانت بتطلع مواهب. الصغيرين يلعبوا قبل الماتشات الكبيره زي ما حضرتك بتقولي، ده شيء ممتاز، لان الولد وهو صغير لما يبص يلاقي 30 40 الف بيتفرجوا عليه هيطلع كل قدراته وهيبتدي يتعود، ما يبقاش فيه قلق زي على ماتش زي النهارده. اللي انا بقول للمدير الفني ماتش النهارده لو حضرتك حاولت تمتص الصياح الجماهيري والهتاف والضغط والحشد، هو الفاينل دايما نتيجه مش كوره، يكسب ولا يلعب. بالظبط. بس احنا لو فكرنا في كده النهارده وسيبنا الكوره لمنتخب المغرب اعتقد هيجي فينا جوان كتير. اللي ما جاش طول البطوله في حمزه علاء ممكن يجي النهارده لو لعبنا بالطريقه بتاعه التحفظ الدفاعي ومحاوله خطف هدف. انا بحذر من انه المنتخب يلعب بالشكل ده. المنتخب النهارده علشان يتخلص من الضغط ده، الصداع اللي في راس المدرب وراس اللعيبه وراسنا احنا، لازم ينزل بهجوم خاطف، يعمل خطه جملتين 3 يتحرك، ويا رب يكون درب اللعيبه عليهم، بحيث انه من اول ربع ساعه
منتخب المغرب يفاجأ بان منتخبنا عنده في ال 18 بتاعته، ما نستناهوش يجي لنا، لو جالنا هيجيب فينا اجوان كتير. لازم النهارده المدرب يكون واخد باله من الحته دي جدا. لازم احنا نبقى سابقين عنهم بالظبط، احنا خطوة. نبقى ليد احنا نقود الماتش، مش نستنى لما المغرب تلعب واحنا نحاول ندافع والنظريات القديمه بقى خصوصا بتاعت ان التهديف عندنا قليل جدا يعني. المفاجاه ممكن تربك الخصم. لما حضرتك الهجوم. يبقى هو نازل عارف ان انت هتنزل تحاول تمتص الجماهير وهتحاول، فهو اكيد مدربهم مديهم تعليمات انزل من الجناح اليمين ومن الجناح الشمال ومن نص الملعب شوط ومش عارف ايه، لا واحنا قاعدين ورا. انما لما ننزل احنا بقى عندنا طبعا هيدي تعليمات كبيره جدا للديفندرات في نص الملعب ان هم يبقوا وقت تحول اللعب يكونوا فايقين، ما تلعبش من ورانا ونبقى احنا بره اللعب. انما الاهم في الموضوع انه عندنا قدام لعيبه تقدر تهدف. يعني احنا بنتكلم، انا بطالب جدا ان مصطفى سعد ميسي يبدا المباراه، عندنا ابراهيم عادل ما شاء الله عليه، عندنا كمان محمود صابر راجل رجله حلوه جدا، ليه ما يتسندش عليه ويشوط؟ لازم نعمل شكل في الاول مغاير للي في دماغ المدرب المغربي. ليه؟ لانه هيتفاجئ الارتباك ده هيبقى في صالحنا، نقدر نستثمره. يعني النهارده هدفنا الهجوم اكتر ما يكون هدفنا اللعبه الحلوه، على الاقل في البدايه. اللعبه الحلوه كتير ناس بتلعب كويس وبتتغلب، واحنا نتمنى عشان الجماهير تبقى مبسوطه ان منتخبنا يفوز، لان دي بطوله وبتتكتب في التاريخ بالظبط. لكن يكون افضل، يعني ليه ما نفوزش بالحسنيين؟ يعني ما يبقاش مثلا عندنا كسبنا البطوله نتيجة كمان وأداء. شكلنا حلو، يعني حتى ما يقولوش ايه كسبنا بالاونطه، لان في ماتشات كتير بتكسب بالاونطه. ماتش الوداد، الوداد خد من الاهلي بطولتين افريقيا قبل كده بالاونطه، صح، اللي هو ايه؟ يعطلك ما يخليكش تلعب ويروح خطفك. نتيجه، هي نتيجه. المره دي ما قدرش، لانه هرجع بقى هنا الماتش ده، لانه ماتش خد اهتمام كبير جدا من الناس. احنا كان الوداد ممشينا في نفس السكه وهيوقعنا في نفس الفخ لحد ما المدرب فاق وطلع عنصر الاثاره اللي موقف المكنه بتاعت النادي الاهلي. خرج حسين الشحات في الماتش ده، ما كانش موفق وكان عصبي، والحمد لله الحكم ما طردوش رغم القانون بيقول ان هو يطرد. لما نزل احمد عبد نتكلم عليها بعد شويه اللقطه دي في الصوره. طيب احنا بقى يعني احنا طبعا بنتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق، ولكن احنا في الفتره الحاليه بنشهد بقى تطورات كتير، مش بس في الكره المصريه، لا في الكره العربيه والعالميه وكل حته. وخصوصا انت شايف الدوري السعودي الفتره دي رايح لفين؟ الدوري السعودي بيستنسخ من الدوري الانجليزي. يعني النهارده الاداره في السعوديه هم قرروا، عايز اقول لحضرتك انه الناس بتعزو كل التطور اللي بيحصل في الدوري السعودي فقط للامكانيات. لا، في ناس كتير عندها امكانيات، الدوري القطري فيه امكانيات والدوري الاماراتي فيه امكانيات، لكن ما حدش عمل الطفره اللي عاملها الدوري السعودي، لان جنب الامكانيات في فكر وفي دعم حكومي للمساله. يعني الفلوس اللي هتدفعها السعوديه للعيبه دي فلوس كتيره جدا، لدرجه ان في ناس عندهم افكارهم اللي بيفكروها انه الفلوس دي في شباب عربي كتير جدا محتاج الفلوس دي اكتر من اللعيبه دول. لكن طبعا الاستثمار ما بيفكرش كده، الاستثمار بناء الطفرات ما بيفكرش كده، هو بيفكر انا بدفع لده فلوس كتير جدا لكن المردود عندي بيبقى عالي. كل حد بيفكر يحترم، اي حد بيفكر يحترم، لان طبعا دي وجهه نظر مستقبليه كبيره، وغير كده ان هي كمان بتعود بالفوائد الماديه وغيره. هي المشكله اللي انا اخشى على المنتخب السعودي منها هي انه لما كل الفرق بامكانياتها الماديه هتجيب النجوم دول، فالمنتخب السعودي هيضعف شيئا فشيئا. طب بس في، معلش هقاطع حضرتك، في وجهه نظر تانية بتقول انه اللعيبه السعوديين لما يحتكوا بالنجوم دي بالعكس ده ممكن يطور من ادائهم. الكلام ده لو النسب معقوله، لو حضرتك هتجيب 2-3 لعيبه في كل فرقه، انما هتجيب 5-6 والدنيا مفتوحه. طب ما خلينا ناخد مثلا من تجربه محمد صلاح. أيوه. في بدايته كان هو مستواه طول عمره ما شاء الله، بس طبعا تفرق ان هو ايه مع الوقت بيتطور. طبعا لما بدا يحتك بالفرق الكبيره زي ليفربول وهكذا، طبعا ده علم مستواه بطريقه غير طبيعيه من ناحيه المدرب ومن ناحيه اللعيبه اللي بيحتك بيهم. معلش انا لما اكون 24 ساعه قاعد مع لعيب كبير زي فيرمينيو او ماني او غيره،
لازم هاخد منه. طيب كويس، انا هقول لحضرتك مثال كلنا عايشينه. مم. ليه الاهلي بياخد بطولات على المستوى الافريقي وبيطلع كاس العالم ويعمل شكل، في حين ان المنتخب بتاعنا بيعاني في معظم الاحيان، عشان ما نقولش في كل الاحيان؟ لانه الاهلي في محترفين. والفريق محترف، الفريق نفسه الاداره نفسها محترفه. بالظبط. فاللعيبه المحترفه اللي بتيجي بتقوي الاهلي بيجيب كل اللعيبه اللي ناقصاه في الاماكن اللي واقعه عنده، بيجيب لعيبه محترفين. يعني علي معلول ملوش مثيل بقاله كام سنه. مثلا النهارده بيرسي تاو بيشيل الفرقه، هو اللي بيلعب الفرقه الفتره الاخيره. الاهلي بيتسيد القاره لانه بيجيب اللعيبه اللي ناقصاه. المنتخب عشان ما عندناش الا محمد صلاح هو اللي تقدر تقول عليه لعيب دولي ليفل 1. المنتخب بيعاني لما بنلعب مع السنغال. يا اخي انا عايز اقول لحضرتك انه منتخب السنغال كوليبالي قلب الدفاع والباك الشمال بتوع المنتخب السنغال ما كانوش بيشوطوا الكوره، كانوا بيشوطوا صلاح نفسه. السنغال خلتنا شكلنا وحش، كسبتنا في كل، يعني حتى في الكره اللي على الرمله السنغال كسبتنا. احنا ده بيخلينا نغير، ما ينفعش. فلازم نشوف نصلح ازاي المنظومه، مش بان احنا نستقدم محترفين زي السعوديه ما بتعمل، لا، بان احنا نرسل لاعيبتنا للخارج. يمكن المنتخب السعودي كان يبقى اقوى لو اللعيبه السعوديين طلعوا بره. طب ما انا معلش، انا هقطع حضرتك هنا في حاجه. معلش، المنتخب السعودي عمل اللي احنا ما قدرناش نعمله. سيبك من حته إيه؟ التاهل لكاس العالم. امال قدم افضل مستويات في كاس العالم. هو كفايه ان هو كسب المنتخب اللي جاب كاس العالم بريمونتادا، ما كسبوش عادي ولا 1-0. ما هو لما كسب وكان اداء. ما هو لما كسب الارجنتين بيلعب مين؟ ميسي. ما هو لما كسب الارجنتين ما كانتش لسه الارجنتين كسبت كاس العالم. يعني هو يمكن الماتش ده هو اللي خلى الارجنتين كسبت كاس العالم، لانه اللعيبه استنفرت قواها وميسي قال كلام كتير. وطبعا الارجنتين كدوله كلها كانت تلعب في قطر، فالموضوع ده برضو بيفرق كتير. المنتخب السعودي على ذكر كلام حضرتك، كنت افضل انه اللعيبه السعوديه هي اللي تحترف، لان هم دول قوام المنتخب. اما فكره ان انا ممكن اجيب نجوم جماهيريه زي كريستيانو وزي محمد صلاح مثلا عشان الجماهير، عشان الناس تبص على الدوري السعودي، لكن لازم احتفظ في الفرقه السعوديه بما لا يقل عن 7 لعيبه جوه الملعب سعوديين، اذا كنت انا عايز اعمل منتخب. اما فكره ان انا اسيا ضعيفه وانا كده كده بوصل في اسيا، طب وبعدين بعد ما بتروح في كاس العالم ما انت بتطلع، حتى لو كسبت الارجنتين ما انت اتغلبت بعدها وخرجت. فلازم شويه نحسبها صح. احنا عندنا في مصر عشان نستفيد من التجربه، المفترض انه اللعيب اللي يوصل 20 سنه يا اما يكون محترف بره يا اما بيلعب في فريق اول هنا. انما حمزه علاء اللي احنا بنقول مرشحينه ياخد احسن لاعب في بطوله افريقيا للمنتخبات الاولمبيه، ده لسه ما لعبش في الدوري الممتاز. ايه يعني؟ ما لعبش ولا ماتش تقريبا، يعني حاجات لا تذكر يعني. مش معقول كده، ده 23 سنه. دونا روما حارس المنتخب الايطالي كان احتياطي بوفون وهو عنده 18 سنه. يعني لازم شويه نتخلص من التابوهات المقدسه. ما بقاش انا عندي الشناوي حارس مرمى عالمي لا شك في ذلك، عنده شخصيه وبيرجع حتى ومستواه الفني نازل عنده شخصيه، لكن الشناوي هيفضل لحد امتى؟ مين اللي انا مجهزه بديل؟ مين اللي انا مجهزه بديل لكل مركز من مراكز المنتخب لبطوله كاس العالم 26؟ لو انا سالت حضرتك مين اللعيبه اللي تمثل منتخب مصر في 26، اسمح لي اقول لك ما احناش عارفين. حتى اللعيبه اللي موجودين في المنتخب دلوقتي ما حدش ضامن مكانه، ولا حتى محمد صلاح بحكم السن. المنتخب المصري هو اكتر المنتخبات العربيه والافريقيه تفوقا. وصل المنتخب المصري للمركز التاسع في 2010، ولكن احنا حاليا تقريبا في المركز 35. عايزين نعرف حضرتك ازاي نرجع الفتره الذهبيه دي. ممتاز. الفتره الذهبيه دي رغم ان تقريبا الفتره دي كانوا المحترفين بتوعنا قليلين. او تقريبا في زمن ابو تريكه ومحمد بركات ما كانش عندنا كان عندنا محترفين، بس كنا بنعتمد اكتر على المحليين. هصلح لحضرتك يعني مفهوم بس لحسن يوصل للساده المشاهدين بشكل خاطئ. كان الفرقه كلها محترفه هنا ذهنيا، كان كلهم محترفين، مفيش واحد فيهم كان بيأثر في شغله. هو ده الاحتراف. الاحتراف كلمه مقتبسه من الحرفه.
اللي هي دي شغلته، فكل واحد فيهم كان بيعمل شغله. محمد ابو تريكه كان بينام الساعه 10، ما كانش بيقعد ل 10 ونص، فاهمني؟ كان عندنا محترف خارجي هو محمد زيدان، ومحمد زيدان كان نموذج للمحترف اللي بيطلب منه في الملعب بيعمله. يعني لو تفتكر كرة سونج الشهيرة اللي هو عافر معاه وسلم الكرة لابو تريكة وخلص لنا بطولة 2008، لو مش محترف لو بيفكر بشكل روتيني زي عندنا اللعيب هيشوح كده. حتى احمد حسن يعني كان قائد المنتخب ساعتها، لو رجعتوا اللقطة دي هتلاقي احمد حسن بعد الكرة ما راحت بعيد عمل كده، لكن زيدان راح جاري ومعافر لانه عارف ان سونج ده 35 سنه وانا لو عافرت معاه ممكن يغلط. ابو تريكه اللي كان ورا، لان احنا كنا في حاله دفاعيه اصلا، صح. تصور ان زيدان ممكن ينجح هنا ده احتراف، وده تجانس برضه فكري أيوة، وذهني. ما هو ده احتراف كان الكابتن حسن شحاته معودهم عليه. فالفرقه بتاعت 2006 و8 و10 دي فرقه محترفه من طراز فريد، ده فريق عالمي. لما يبقى المركز التاسع على مستوى العالم ده معناه انه فريق عالمي. كانت الفرقه محترفه زي ما انا بتكلم على الاهلي، بتبقى الفرقه محترفه من اول الاداره لحد المشجعين. المنتخب بتاعنا في الوقت الحالي مع اشادتي بالاستقرار الموجود، الا انه مش ده المستوى اللي يخلينا ننافس ولا ان احنا نطلع نمثل مصر في الدنيا. لا احنا لسه محتاجين حاجات كتير. اللعيبه اللي اول حاجه في الحاجات الكتير اللي احنا محتاجينها دي التقويم. بالمناسبه التقويم افضل اصح من التقييم، يعني التقويم السليم للعيبه. ما ينفعش الاسعار المبالغ فيها دي لازم تنتهي. واذا تعللوا بانه الاستثمار كده والصناعه كده والكلام ده كله، ده مش في صالح المستوى الفني. حضرتك لو صرفت جزء من اللي بتصرفه على المنتخب، على الفرق بتاعت الدوري الممتاز، على الفرق اللي تحت، هيطلع عندنا منتخب عالمي تاني. استاذ جابر رشدي، طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا وبنحييك ونورتنا في الحلقه النهارده. انا مبسوط جدا ان انا معاكم وبشكر قناه الحدث اليوم. وفي نهايه حلقتنا انا حابب اشكر زمايلي، شكرا يا احلام، شكرا يا شيماء، وشكرا ليكم جميعا، واستنونا في حلقه جديده من برنامج قعدة جدعان.